هتكلم في الفيديو ده عن القضايا اللي ممكن تطلعك في الكلية الحربية او كلية الشرطة، او بمعنى اصح القضايا اللي بتأثر عليك وتخلي ان في اولوية تقبل عندك انت في الكلية الحربية او كلية الشرطة. تمام. فانا دلوقتي هتكلم عن القضايا دي، وهتكلم عن ازاي تعرف ان عليك قضايا. تمام. وازاي تحل القضايا دي او تعمل حاجة اسمها محو القضايا. تمام. دول يا جماعه هتكلم عنهم دلوقتي في الحلقه بتاعت النهارده، بس اشترك في القناه حالا وفعل زر الجرس يا اخويا وتابع معايا كل جديد. المواضيع دي ما حدش بيتكلم عليها خالص نهائي، انا بس بتكلم لك عليها. تمام. عن واحد مر بالحاجات دي اكتر من مره، فهو عارف، بيقول لك المعلومه مؤكده بنسبه مليون المية، مش هقول لك 100%، لا بنسبه مليون المية. تمام. بص يا غالي، مبدئيا كده القضايا اللي هتأثر عليك، اول حاجه تحط في دماغك القضايا المخله بالشرف. هتقول يا استاذ طارق ايه هي القضايا المخله بالشرف؟ هقول لك يا صاحبي، عندك انت السرقه، السياسه، الزنا. الحاجات دي يا جماعه مخله بالشرف. تمام. الحاجات دي مخله بالشرف. عندك اي حاجه زي كده اعمل حسابك انك انت دي ما لهاش حل، او ممكن يكون لها حل، ممكن اقوله لك تاني قدام ونشوف ينفع ولا مش هينفع، مش اكيد كمان. تمام. لان دي قضايا مخله بالشرف بتبقى صعبه شويه. تمام. واصعبهم زي ما انتوا عارفين السياسه. السياسة أصعب القضايا اللي ممكن تأثر عليك في تقديمك للكلية الحربية أو كلية الشرطة. تمام. أو حتى معهد ضباط صف أو معهد معاون أمن، أي حاجة هتقدم عليها وعندك حاجة من القضايا دي، اعمل حسابك إنك القضايا دي هتأثر عليك شوية. تمام. هتأثر عليك. ماشي. طب دلوقتي الإجابة على السؤال التاني، واللي هو أعرف إزاي إن في قضايا في العيلة، أو إن عمي مثلا عليه قضية أو خالي عليه قضية. تمام. لو انت مش متأكد بس شاكك في حد، هقولك هتعمل ايه بالظبط. هتاخد الرقم القومي بتاعه ايا كان مين. انا زي ما اتكلمت قبل كده عن وثيقة التعارف، قلت لك البيانات او التحديات بتتم لحد الدرجة الرابعة. تمام. فانت شاكك لو في جوز بنت عمك مثلا او في جوز بنت عمتك مثلا. تمام. وشاكك فيه، تاخد الرقم القومي بتاعه وتاخد اسمه وتروح بيه للجسم اللي انت تابع ليه. هتروح الجسم، بس طبعا ما مش هينفع تروح لوحدك، او بمعنى اصح لازم يكون معاك حد هناك تبع الجسم الخاص بالتحريات، مبنى التحريات. تمام. لو انت شاكك ان هو عليه حاجه مخله بالشرف، يبقى تروح لامن الدوله، بس طبعا لازم يكون معاك حد لو حاجه مخله بالشرف. اما لو انت شايف ان في قضايا عاديه، وصل الامانه، شيكات والحاجات دي كلها مش هتاثر معاك اصلا. الشيك والوصل الامانه، المشاغبات، والحاجات دي كلها، دي مش مؤثرة خالص عليك. تمام. وعندك المخلة بالشرف، ضيف عليهم المخدرات، طبعا دي مخلة بالشرف. ماشي. اي حاجة غير كده مش مخلة بالشرف. تمام. فعشان ما نطلعش بره الموضوع، لو انت شاكك في حد، لو انت شاكك في حد سياسة او مخدرات او سرقة او زنا، عليك وعلى الامن الوطني اللي هو امن الدولة. وطبعا لازم يكون معاك حد هناك عشان هو اللي هيفيدك اكتر وما تتعبش. تمام. وهو هيشوف السيستم بتاع امن الدولة، هل الشخص ده فعلا عليه قضايا ولا مش عليه قضايا. تمام. تمام. دي اول حاجة. الحاجة التانية، طب دلوقتي لو انت شاكك انه عليه قضايا بس قضايا عادية مش مخلة بالشرف ولا حاجة، هتعمل ايه في الوقت ده؟ هقول لك يا غالي، هتاخد برضو حد او معاك والدك، عمك، اي حد في الجسم اللي انت تابع ليه، وتروح زي ما قلت لك جسم التحريات. هتاخد الرقم القومي بتاعك، تديه لواحد، تقول له سيادة الامين، محتاج اعرف الشخص ده عليه قضايا ولا مش عليه قضايا. تمام. هيديك في حاجة اسمها التصرف. هو اول ما يحط الرقم القومي على الجهاز، في حاجة اسمها التصرف. التصرف دي لو هو عليه قضايا، لا مش عليه قضايا، هيقول لك ما عليهوش قضايا. تمام. طب دلوقتي نفترض ان هو عليه قضايا. تمام. هتكلم دلوقتي عن القضايا اللي هي مش مخلة بالشرف. تمام. تمام. فايه الاجابة على السؤال التالت دلوقتي، واللي هي ايه؟ ازاي تعدي، تمام، المشكلة دي ازاي تعالجها. ما دلوقتي قلت لك تعرف ازاي اذا كان عندك قضية ولا مش ولا ما عندكش، وايه هي القضايا المخلة بالشرف والمش مخلة بالشرف. وهتكلم دلوقتي عن ازاي تعالج القضية دي، او عندك مشكلة في القضية، او مشكلة مع ابن عمك، ابن خالك ايا كان مين. طب دلوقتي هتعالج القضية دي ازاي؟ بص يا غالي، لما تروح وتتأكد ان فعلا في حد عنده قضية زي كده مش مخلة بالشرف، تمام، هتعمل ايه؟ هتقوم محامي. طبعا الراجل بتاع الجسم هيديك ورقة اسمها التصرف، زي ما قلت لك التصرف ده هو بيكون مكتوب فيه الاسم، تمام، والرقم القضية،
تمام. لو هو عامل استئناف يبقى كده في رقمين قضيه. تمام. فسيبك انت عشان ما اطولش عليك في الفيديو، او عشان ما ادوخكش. لو هو في قضيه عليه هيديك رقم القضيه ده، ماشي، وهتروح رايح بيها فين؟ المحامي، تقول يا فندم انا معايا الرقم القضيه دي، انا عايز اعمل محو قضايا. محو قضايا بس لو القضيه منتهيه، لكن لو القضيه لسه شغاله يبقى كده خلاص القضيه دي لازم تتقفل الاول، تمام، وتنتهي، ماشي، عشان تعرف تعمل حاجه اسمها محو قضايا. طول ما القضيه مفتوحه انت مش هتعرف تعمل محو قضايا، تمام، لان القضيه لسه شغاله، ماشي. وقلت لك القضيه اللي مش هتاثر معاك ومش هتفرق خالص بس تكون منتهيه، تمام، زي ما قلت لك وصل امانه، الشيك والمشاجره والحاجات اللي انت عارفها دي، حاجات التافهه دي. تمام. دي بقى زي ما قلت لك هتعمل محو قضايا وبس. المشكله ان المحو القضايا ده بياخد فتره، بياخد 6 شهور، من 6 شهور ل8 شهور كمان، ماشي، عشان القضيه دي تتمحو من السيستم بتاع الجسم، تمام، بتاع الجهاز، ماشي. فطبعا اول ما يديك الرقم القضيه انت بقى بايدك تعمل كل حاجه، تقوم محامي ويمسح لك القضيه دي خلاص. بس انت لو شاكك في كذا حد، تمام، يبقى خد الاسامي كلها بالمره معاك عشان خاطر تمسح القضيه بالمره، عشان ما تجيش لما تيجي تقدم الملف بتاعك الكليه لما ربنا يكرمك وتوصل هيئه تلاقي ان انت عليك 15 قضيه ولا 20 قضيه. الحاجات الكتيره دي برضو يعني بتبوظ شكل الملف، تمام. فانت عشان تعالجها زي ما قلت لك تعمل حاجه اسمها محو القضايا. تمام يا غالي. بس هو ده كل الموضوع. لو في اي حاجه نسيتها او انت عندك سؤال بخصوص الموضوع ده سيبه في الكومنت. طبعا انا برد على كل الناس طبعا، ومش بتاخر مع حد خالص. بس ادعمني بلايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تحياتي ليكم طارق البدر.